بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أحبائي، تحية طيبة في أجواء رمضانية رائعة وفي أجواء إيمانية رائعة. نسأل الله أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يجمعنا جميعا في حج بيته العظيم بإذن الله. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأعمالنا الصالحة يا أرحم الراحمين. نلتقي اليوم في إضاءة جديدة من إضاءات من الذكر الحكيم. يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. في سورة الدخان يقول المولى عز وجل على آل فرعون بعد أن أغرقهم وانتقم منهم: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. طيب، هل السماء تبكي على أحد والأرض تبكي على أحد؟ نعم. وهذه الآية دليل قاطع على ذلك. فحينما يموت الإنسان المؤمن المصلي الذي يدعو ربه والذي يعمل بما أمره الله، تبكي السماء عليه. وكيف تبكي السماء عليه؟ فهو ترفع إلى الله أعماله الصالحة في عين في السماء. هذه العين يرفع أعماله الصالحة فيها، فحينما يموت تغلق هذه العين، أو أصبح لن ترفع له أعمال، فتبكي السماء على هذا المتقي، على هذا الرجل المؤمن، على هذا الرجل الإيماني، وبالتالي تبكي حزنا على أنه لن ترفع له أعمال بعد ذلك. فهل تبكي الأرض؟ نعم، تبكي الأرض. ومتى تبكي الأرض على الإنسان؟ حينما يموت الإنسان الأرض تبكي لأنه لن يسجد عليها مرة أخرى، ولن يصلي على الأرض مرة أخرى، فتبكي الأرض على هذا المتقي، على هذا المصلي، على هذا الرجل الإيماني. وبالتالي هنا تبكي السماء وتبكي الأرض. وفي سورة الدخان قال الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لأن آل فرعون كانوا ناس مجرمين فاسقين، لا يعملون الصالح ولا يعملون الصالحات، فلا ترفع لهم أعمال صالحة ولا يسجدون لله، فلن تبكي السماء عليهم لأن ليس لهم أعمال ترفع، ولن تبكي الأرض عليهم لأنهم لن يسجدوا لله العلي العظيم، وبذلك لا تبكي عليهم السماء والأرض. هذه نبذة بسيطة في تفسير لبعض آيات الذكر الحكيم التي أحيانا لا نعلمها. نسأل الله أن ينفعنا وينفعكم بكل ما نعلمه من الكتاب وكل ما نعلمه من التفسير. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بكل الخير.